إذا وقعت بين يديك هذه البطاقة فإنك شخص محظوظ جدا لنيلك معنا أكبر جائزة بمناسبة شهر رمضان، ونشكرك على حسن مشاركتك معنا في برنامج الكاميرا الخفية. صحة رمضانكم. مساء الخير أعزائنا المشاهدين. اليوم جبنا لكم برنامج جديد واللي هو بسمة رمضان. بسمة رمضان حاولنا أن نزرعوا بسمة في وجهك انت اللي راك تشوف فينا أخي المشاهد، وحاولنا او ميم طون أن نديروا ترحيب بشهر رمضان في مدينة الونزة. نتمنى أنها تعجبكم فكرتنا، ومع كل احتراماتنا لكم ونطلبوا الاعتذار انكم استنيتونا نص شهر رمضان. الله غالب كانت شويه ظروف معينه، باسكو الحاجه هذه نديروها دي فوا شغل كي نكونوا ليبريتو ليسونسيال. نتمنوا انها تعجبكم فكرتنا وتقدروا تفرجوها اون فامي وتابعوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا. حلقتنا اليوم من برنامج بسمة رمضان راح تكون مع عمي مصباح، واللي هو مؤسس جمعية خيرية في الونزة. بعد ما حدد عبده موعد مع عمي مصباح قبل 4 أيام على أساس أنه رايح يمدله دعوة من قناة وطنية باه يشرفنا عمي مصباح في القناة ويحكي لنا كيفاش أسس الجمعية. وبطبيعة الحال عمي مصباح ما كانش من العاكسين وتقبل الدعوة بكل سرور. تابعوا معنا. خير عليكم. انا في القهوه مع كاميرا مان. اليوم الثاني من الدراسات قاعدين نحكوا على اخونا مصباح، وان شاء الله يحضر الكاميرا الخفيه هذه صالح. والله خير شي راني سارد من هيك. واش راك لاباس؟ صافا بيان لاباس؟ فوت بيان والله الحمد لله. ماشي غادي تجي ونزه تعباتك ولا لا؟ هاكا كاميرا انا درناك كاميرا نصبناك وطيحناك في الفخ. حتى هو يعني اول مره توقع في ونزه هذه الكاميرا، يعني حتى هو حاجه مليحه، يعني ماذا بينا يضحكوا الناس واللي درنا يضحك الناس وكانه هو. وشكر سي عبدو على هفتني على خاطر ثقت فيك ياسر، انت اللي هفتني انت اللي ما يهفونيش، وكنت حريص ديما جدا ولكن شكون اللي جاوبك؟ رمضانكم وصحة فطوركم ان شاء الله. رمضان كريم وان شاء الله يفوت علينا بعافيه وكل شيء. رمضان راهو بخير وقصر واحد من الشعب. صح رمضانكم وصحة فطوركم. السلام عليكم سيدي، رمضان كريم للجميع ان شاء الله. تحياتي الى ناس ونزه وناس العوينات. مدينة ونزه صحة رمضانكم وصحة فطوركم. صحة رمضانكم كل عام وانتم بخير. من رمضان يا رب. صحة رمضانكم وكل عام وانتم بخير، ورمضانكم أحلى مع ونزه جديد. Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. شكرا لكم على التكليحه اللي راكم كلحتوني. اوهمني عبدو باللي كاين قناه راح تسجل معايا، و4 ايام وهو يعيط بالتليفون كسر لي راسي، وفي الاخير يتضح انه كاميرا كاشي. وهذه الدعوه ان شاء الله نحتفظ بها كذكرى نتاع التكليحه، كل ما نشوفها نتفكر القناه نتاعكم. وبارك الله فيكم ورمضانكم كريم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.